هلو، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ حاسه ان انا مش بصور بقالي كتير، او فعليا انا مش بصور بقالي كتير. حتى اخر فيديو نزلته كان متصور بقاله يعني كام يوم. فمش عارفه في ايه بجد، حاسه الجو كئيب، وحاسه ان الفتره اللي فاتت دي بتعدي بالعافيه يعني. حسيت ان انا عايزه افصل، خدت كده كام ساعه. يعني عايزه اقول لكم ان انا خدت يومين او حاجه، بس للاسف ما عملتش كده. هما كام ساعه بس اللي حاولت افصل فيهم. رحت بلد مامتي. طبعا هي ارياف، وانا بحب المشهد ده جدا، بحب شكل الزرع وبحب امشي وسط الزرع. بحس ان انا بتنفس، كل حاجه فيها بتتنفس. بحس ان انا بستعيد طاقتي كده، فحسيت ان انا عايزه اعمل ده. بس كده عايزه اقول لكم ان انا في حاجات كتير حلوه قوي هتحصل الفتره الجايه. انا عامله لكم سلسله هتعجبكم قوي، بس عايزاكم تشجعوني وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، وتكتبوا لي برضو افكار اعملها لكم. بس كده، سيبكم بقى مع المنظر الحلو ده. لازم تخلي في حياتك متع معينة. الإنسان مجبول على حب اللذة والمتعة، ولكن تحاول تختار متع وملذات ما تضرك. فكرة احنا تربينا عليها زمان، فكرة الشعور بتأنيب الضمير لما نستمتع بشيء، كأنه المفروض الحياة ما يكون فيها متعة. هذه متعة أصلا ربنا أوجدها في الدنيا علشان نستمتع بها باعتدال وبدون ظلم ولا أذية أحد. أما المفاهيم القديمة هذه اللي ماني عارف من فين جاتني، اللي هو لازم الواحد يعيش دائما في كده نكد. الاستمتاع هي واحدة من أهم وسائل الحمد لله، أصلا من أهم الأمور اللي تربطك مع ربنا انك تستمتع بشيء، وفي نصه او في اخره تقول الحمد لله.